كورمانج. كورمانج، ايوه جينا مربط الفرس. ادعوا جيبوا اصدقائكم، تعالوا عندي يا كورمانج، تعالوا يا الروجافا والباكور موجودين. يلا تعالوا ترجموا لي كلمة كورمانج. لو لفيتوا راسكم يمين طلعتوا فوق نزلتوا تحت رحتوا يسار ما راح تجيبوا غير تفسير المرحوم جلادة بدر خان لكلمة كورمانج. هذا هو التفسير الوحيد الموجود في التاريخ، فقط جلادة بدر خان ترجم كلمة كورمانج وش اسمه وفسرها، قال كورمانج تعني كورماند، كر بمعنى ابن، ماند يعني بقى. هذا هو التفسير الوحيد ولا يوجد اي تفسير كردي اخر. اللي يجيبكم تفسير من جيبه هذا ما له علاقه فيه. التفسير لازم يكون تاصيل لغوي من قبل واحد لغوي، مو يجي لي واحد اي كانت كورمانج. كلمه كورمانج فقط اصلت لغويا من قبل المرحوم جلادة بدر خان مؤلف الابجديه الكرديه، وفسرها في وقته بانه كرمان الاولاد بقوا او الولد بقى. الامير والمرحوم جلادة بدر خان اخطا واصاب. اخطا لانه في وقت جلادة بدر خان ما يعرف ايش هي اللغه باهلويه وايش هي لغه زردشتيين وكذا، ما يعرف، وين بده يعرف يعني. الانجليز ما كانوا بيعرفوا، كانوا استوهم بيكتشفوا هاي الاثار الباهلويه. لكنه قال كر فعلا، كر هي من كرات كلمه باهلويه ايضا، لكن الابن بقى تفسير غير مقنع، ما يعني غير مقنع. يعني مين اللي يقول ابن بقى ويسموه اسم شعب كامل واللغه ومنطقه كامله؟ تفسير غير منطقي، لكن لغويا شويه قريب منه. ببساطه كلمه كرمان ترجع الى الكلمه الباهلويه كرد ماند، كرد ماند، كرد هم الكرد، وكرد ايضا كانوا يقولون البطل لا ماند هي المنزل. تكلمنا عن منزل قبل ان في بدايه الحلقه، في بدايه تكلمنا عن كلمه ماند التي تعني منزل، وكردمان تعني منازل الاكراد. كلمه الدال لغويا في علم اسمه الفونيتكس، لينغويستكس، فونيتكس علم الصوتيات. ما تقدر اي انسان في العالم حتى الكردي ما يقدر على طول بسرعه يقول كردمان كردمان كرد حرف الدال، صوت الدال يصبح ثقيل فيقع يشطب فتبقى كرماند كرماند كرماند. الدال ايضا تتحول الى جيم بسهوله فتصبح كرماند. هذا هو التفسير، علم التفسير اللغوي، لينغويستكس. كورماند ماند هي اصلها كورماند، لكن الناس عندما تنطق بسرعه تقول كورمانج. الدال مثل كلمه ارمند في الكرديه تصبح ارمانج، وهو اسم نطلقه على اولادنا. كلمه ارماند الباهلويه ارمانج في لغتنا الكرديه، وهكذا. ايش الدليل؟ طيب يا مشتاق صاغين عدد التاصيل اللغوي هذا المضبوط من اللغه الباهلويه. عندك اي دليل اخر؟ نعم، العرب الجغرافيين العرب المؤرخين العرب عندما يتحدثون عن مناطق كرديه يقولون عنها منازل الاكراد. منازل الاكراد. كردمان هي كرمانج، وهي كلمه كرديه من اللغه الباهلويه. كلمه كرمان لغه باهلويه بحته صرفه